أهلا بيكم. النهاردة هنفتح ملف مشروع كروي مهم قوي في الجزائر، مشروع عليه كلام كتير وحصل فيه تقلبات. المركز الفني الجوهوي في تلمسان. معانا شوية مصادر بتحكي القصة من الأول، الصعوبات اللي قابلته وقد إيه هو ممكن يكون مهم لمستقبل الكرة في الجزائر. الهدف إننا نفهم أكتر، نحلل الفكرة اللي وراه والخناقات اللي حصلت عليه، وإزاي وصل لوضعه دلوقتي اللي هو خلاص قرب يشتغل. القصة دي بتورينا حاجات كتير عن كواليس إدارة الكورة. يلا بينا ندخل في التفاصيل دي. تماماً. الموضوع ده قصة مركز تلمسان دي مش مجرد قصة مشروع ومباني وخلاص. لأ، دي زي مراية كده بنشوف فيها صراع استراتيجيات ورؤى مختلفة جوه اتحاد الكرة الجزائري. طموحات كبيرة بتقابلها عقبات، عقبات سياسية وإدارية وفلوس كمان. لما نفهم رحلة المركز ده بنفهم أكتر إزاي الرياضة بتتطور في المنطقة كلها. طب خلينا نبدأ من الأول خالص. الفكرة نفسها بدأت توضح أكتر مع خير الدين زيطاتشي لما مسك رئاسة الاتحاد الجزائري الفاف من 2017 ل 2021. المصادر اللي معانا بتقول إن رؤيته كانت طموحة قوي بالظبط. زاتشي كان شايف إن لازم يبقى فيه مكان حديث بمواصفات عالمية في غرب الجزائر عشان يكمل المركز الوطني اللي في سيدي موسى جنب العاصمة. بس الأهم بقى كان مركز قوي في فكرته على تطوير الناشئين، إنه يعمل لهم مسار تكوين كامل أكاديمي وكروي، ما كانش مجرد مكان تدريب للمنتخبات وخلاص. ودي نقطة مهمة عشان نفهم المشروع صح. المصادر بتوضح إن ده كان تغيير في التفكير، يعني استراتيجية مقصودة. بدل ما ندور على حلول سريعة، لا، نستثمر للمستقبل في الناشئين دول. أيوة بالظبط، وده كان ماشي مع التوجه العالمي وقتها، خصوصاً بقى مبادرات الفيفا زي برنامج فيفا فورورد اللي كان بيشجع الاتحادات تستثمر في البنية التحتية وفي الشباب. والأهمية دي بتبان أكتر لما نعرف إنه كان فيه مشروع تاني خالص مطروح بقوة في نفس الوقت. تقصدي مشروع الفندق؟ هو ده. رئيس الفاف اللي قبله محمد روراوة كان ليه فكر تاني خالص. المصادر بتقول إنه كان ميال أكتر يستثمر فلوس الفاف ومساعدات الفيفا في إنه يبني فندق فخم. المنطقة كان إنه الفندق ده هيجيب دخل ثابت ومستدام للاتحاد، يخليه مستقل مادياً أكتر. يعني كلام يبان منطقي من ناحية الفلوس، بس المصادر بتقول ليه روراوة كان شايف كده؟ هو كان تركيزه كله على الفلوس، إن الفاف يبقى عنده اكتفاء ذاتي. كان شايف إن الاعتماد على مساعدات الفيفا والدولة مش كفاية على المدى الطويل، لدرجة إن دراسة الجدوى بس بتاعة الفندق دي لوحدها كلفت الاتحاد $1,000,000، والفلوس دي كانت جاية من تمويل الفيفا اللي هو أصلاً مخصص للتطوير. $1,000,000 عشان دراسة جدوى بس؟ ده رقم كبير قوي. فعلاً، وده بيوضح قد إيه فكرة الفندق كانت مطروحة بجدية. بس زوتشي كان رأيه مختلف تماماً. كان مؤمن إن الاستثمار الصح لازم يكون في الشباب والمواهب، دي المادة الخام للكرة الجزائرية، وشاف إن بناء مركز تكوين متخصص هو ده الأولوية لمستقبل اللعبة. ومن هنا بقى بدأ الصدام شكله. بالظبط. المصادر بتوصف الصراع ده بإنه ما كانش مجرد اختلاف في الرأي، لأ، ده وصل لمرحلة اتوصفت بإنها حرب بلا رحمة. كان صراع على رؤية مستقبل الفاف نفسه. هل هو مؤسسة بتدور على المكسب المادي الأول، ولا مؤسسة هدفها الأساسي تطوير اللعبة؟ طب والصراع ده خلص إزاي في الأول؟ زوتشي رغم إن مراوة كان ليه نفوذ كبير وكان معارض بشدة، قدر إنه يجمع دعم جوه الجمعية العمومية للفاف. وفي أكتوبر 2018 الجمعية العمومية وافقت على مشروع زوتشي بتاع مركز تلمسان، وكمان 3 مراكز تانية شبهه كانت مقترحة في أماكن تانية زي الطارف وباتنا وورقلة. وفي المقابل رفضوا مشروع الفندق. ده كان انتصار مهم لزوتشي، بس في نفس الوقت زود الخلافات أكتر. يعني نقدر نقول إن الخلاف ده ما كانش شخصي بس، ده كان بيعكس نقاش أعمق عن أولويات إدارة الكرة؟ تماماً. الأولوية تبقى لأصول تجيب فلوس بسرعة، ولا أصول تنمي مواهب نتائجها ممكن ما تظهرش غير بعد سنين؟ السؤال ده بنشوفه في اتحادات رياضية كتير في العالم كله، وقصة مركز تلمسان دي مثال حي للجدل ده. طيب بعد ما زوتشي خد الضوء الأخضر، إيه اللي حصل على أرض الواقع؟ بدأوا ينفذوا المشروع فعلاً في مكان حلو قوي على مرتفعات اسمها لالا ستيف تلمسان. الأرض نفسها كانت ولاية تلمسان مديها لهم بسعر رمزي قوي، $1. وده إجراء بيحصل في الجزائر عشان يدعموا المشاريع المهمة، بيدوا الأرض شبه البلاش عشان يسهلوا الدنيا. ده حصل سنة 2018. بس في نقطة لفتت نظري في المصادر، إن تسوية ورق الأرض النهائي ما اتعملتش غير بعدين.
صحيح، ودي نقطة مهمة وهنرجع لها، عشان كانت من العقبات اللي وقفت المشروع بعد كده. يعني الأرض اتخصصت والشغل بدأ، بس الإجراءات القانونية النهائية وتوثيق عقد الامتياز الطويل ده خد وقت طويل وما خلصش غير في فترة رئاسة جهيد زفيزف. مفهوم. نرجع للبنا بقى. المصادر بتقول إن الشغل في فترة زوتاتشي كان سريع قوي. فعلا، رغم المعارضة اللي كانت شغالة والجو المشحون، الشغل كان ماشي كويس. مع نهاية ولاية زوتاتشي في مارس 2021، أغلب التقارير والمصادر بتقول إن نسبة الإنجاز في الشغل الكبير، يعني المباني والملاعب الأساسية، كانت وصلت لحتة متقدمة قوي، يعني بين 80% وممكن حتى 90%. 90% في حوالي 2.5 سنين، ده يعتبر إنجاز كبير لمشروع بالحجم ده. طب خلينا نتكلم عن حجم المشروع نفسه. المركز ده فيه إيه بالظبط؟ كبار للإقامة، واحد للاعيبة الشباب اللي مقيمين في المركز على طول، وده فيه حوالي 56 أوضة. المبنى التاني أصغر شوية، حوالي 28 أوضة، وده عشان يستقبلوا فيه المنتخبات الوطنية لما يعملوا معسكرات، أو حتى ممكن يأجروه لفرق تانية، يعني ممكن يجيب دخل للمركز. يعني الإجمالي حوالي 84 أوضة للإقامة، ده عدد كبير فعلا. أيوة، وده بيوضح طموحهم إنه يكون مركز شغال طول السنة. غير مباني الإقامة، في قاعة رياضية مقفولة متعددة الاستخدامات، مش بس ملعب تدريب جوه، لا، فيها كمان أوض لبس على مستوى عالي وصالة جيم وتأهيل بدني حديثة جدا، دورين ومجهزة بكل حاجة. والملاعب اللي بره دي أكيد أهم حاجة في مركز تكوين كروي. طبعا، المركز فيه 3 ملاعب كورة بالحجم الدولي القانوني، واحد منهم نجيل طبيعي والاتنين التانيين نجيل صناعي من أحدث نوع، وده يسمح بالتدريب الكتير في أي جو. والأهم كمان إن فيه ملعبين زيادة بس أصغر. ليه ملاعبين أصغر؟ دي بتبقى مفيدة قوي في تدريبات تكتيكية معينة، أو للفرق الصغيرة في السن اللي بتلعب على ملاعب أصغر، زي فرق الكرة السباعية أو التسعية. ده بيوري إن التصميم كان واخد باله من كل الاحتياجات. واضح إنه تصميم مدروس فعلا. إيه تاني موجود؟ في كمان مبنى إداري فيه مكاتب للمدربين والإداريين وقاعات اجتماعات ومحاضرات، وحتة مهمة قوي هي المركز الطبي الرياضي المتخصص. ده مش مجرد عيادة إسعافات أولية، لأ، ده مركز كامل للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بعد الإصابات، وفيه أحدث الأجهزة. كل ده على مساحة أرض أكتر من 9000 متر مربع. والتكلفة؟ المصادر ذكرت رقم كده. التكلفة التقديرية الأولانية اللي كانوا حاطينها وقتها كانت حوالي 1.7 مليار دينار جزائري. طبعاً الأرقام دي أكيد اتغيرت مع الوقت والتأخير، بس بتدي فكرة عن حجم الاستثمار في الأول. طيب، وصلنا لنقطة إن المشروع كان شبه خلصان بنسبة 90% مع نهاية فترة زوتشي. إيه اللي حصل بعد كده؟ ليه خد كل الوقت ده عشان يوصل إنه يشتغل؟ هنا القصة بتاخد سكة تانية. بالظبط. الفترة اللي جت بعد زوتشي، وبالذات فترة رئاسة عمارة شرف الدين للفاف، الشغل فيها بطأ جداً، ويكاد يكون وقف تماماً في مراحل. المصادر بتقول إن في كذا سبب دخلوا في بعض. أول سبب طبعاً كان عالمي، اللي هو الكورونا، كوفيد-19. صحيح، الجائحة دي أثرت على كل حاجة في الدنيا، ومشاريع البنى ما كانتش بعيدة عن ده. حصلت فترات وقف إجباري بسبب الإغلاقات ونقص العمال والمواد. بس ده لوحده ما يفسرش كل حاجة. كان في عقبات تانية من جوه ومعقدة أكتر. زي إيه مثلاً؟ كان في مشاكل إدارية وفلوس. المصادر بتتكلم عن خناقة حصلت بين مكتبين هندسة كانوا المفروض بيشرفوا على المشروع وبينفذوه. الخناقة دي عطلت شوية ورق وموافقات فنية كانت لازم تخلص. والأهم بقى مشاكل الفلوس. دي كانت أكبر عقبة. شركة المقاولات الأساسية اللي بتنفذ مجموعة حسناوي، ودي شركة جزائرية كبيرة، قابلت صعوبات جامدة قوي عشان تاخد فلوسها المتأخرة من الفاف في فترة رئيس عمارة. الوثائق بتقول إن التأخير في الدفع ده خلى الشغل يبطأ ويقف في الآخر، لأن الشركة ما قدرتش تكمل تمويل المشروع من جيبها. هل المصادر بتوضح ليه الفلوس اتأخرت كده؟ يعني كانت مجرد أزمة سيولة في الفافة ولا كان في حاجة تانية؟ المصادر مش بتقول السبب بشكل قاطع، بس في تلميحات كده إن الموضوع ممكن يكون ليه علاقة بنفس الصراعات القديمة، وإن الإدارة الجديدة ما كانتش متحمسة للمشروع زي زوتشي. البعض شايف إن المشروع ده ما كانش أولوياته، وبالتالي محدش ضغط كفاية عشان يحل مشاكل الفلوس والورق دي. وفوق كل ده طلعت مشكلة عقد الأرض اللي كنا بنتكلم عنها،
فاكر؟ الأرض اتخصصت بدينار رمزي، بس تسوية الورق القانوني النهائي للعقد ما كانتش خلصت. المشكلة دي فضلت موجودة، وده عمل لخبطة إدارية وقانونية كانت مهددة المشروع كله. وهنا بقى بيجي دور الفيفا بشكل أوضح. المصادر بتتكلم عن زيارات كتير لوفود من الفيفا. أيوة، الفيفا كانت متابعة المشروع كويس قوي، لأنه كان بيتمول بجزء كبير من برنامج فيفا فورورد. الزيارات دي اللي المصادر ذكرت تواريخ معينة ليها زي يناير 2023 وأكتوبر 2024 ومارس 2025 ما كانتش زيارات عادية، كانت مهمة عشان يقيموا الوضع ويضغطوا على الفاف يحل المشاكل. والأهم إن هم ربطوا صرف الفلوس من فيفا بالتقدم اللي بيحصل على الأرض. يعني دور الفيفا ما كانش بس فلوس؟ لا، كان كمان رقابة وضغط. برنامج فيفا فورورد بيدي فلوس كتير للاتحادات. المصادر قالت إن المساهمة المخصصة للمشروع ده ممكن توصل ل 8 مليون دولار لغاية 2026، بس بيشترطوا الشفافية والإدارة الكويسة ومتابعة دقيقة للمشاريع. فلما المشروع وقف الفيفا اتدخلت، وفي مبلغ مهم حوالي 10 مليون دولار المصادر بتقول إنهم حركوه وصرفوه فعلا في عهد الرئيس اللي بعد كده جوهيد زيفيزيف، وده اللي سمح إن الشغل يرجع تاني. وده ينقلنا لمرحلة جوهيد زيفيزيف 2022-2023. المصادر بتقول إن ليه دور كبير في إن المشروع يرجع للحياة. فعلا فترة رئاسة زيفيزيف رغم إنها كانت قصيرة شوية بس كانت مهمة قوي للمركز ده. هو اللي قدر أخيراً وبمساعدة كبيرة من المسؤولين في ولاية تلمسان يحل مشكلة ورق الأرض دي بشكل نهائي ويوثقها قانوني. ده شال أكبر عقبة إدارية كانت موجودة. واشتغل كمان على حتة الفلوس مع الفيفا. بالظبط، كثف كلامه مع الفيفا وقدم لهم ضمانات وتعهدات، ونجح يقنعهم يرجعوا يضخوا الفلوس اللازمة عشان يكملوا 10-20% اللي فاضلين من الشغل. ممكن نقول إن زيفيزيف لعب دور المنقذ للمشروع في وقت كان حرج قوي. وبعد زيفيزيف وصلنا للإدارة الحالية برئاسة وليد صادي. إيه الوضع دلوقتي؟ دلوقتي وتحت رئاسة صادي المركز وصل للمرحلة الأخيرة خالص. الشغل الكبير في المباني كان خلصان من أيام زوتاتشي، والمشاكل الإدارية والمالية اتحلت في فترة زيفيزيف. المرحلة الأخيرة في عهد صادي كانت مركزة أكتر على التشطيبات النهائية وتجهيز المباني والمرافق بالفرش والمعدات الرياضية والطبية وتكملة بناء وتجهيز الملاعب الصغيرة الزيادة دي. والدليل إن الافتتاح قرب هو الإعلان عن معسكرات المنتخبات. صحيح، الفاف أعلن معتوي إن المركز هيستضيف معسكرات تدريب لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و20 سنة في نوفمبر 2025. ده مؤشر قوي إن المركز بقى جاهز وظيفياً إنه يستقبل الفرق ويبدأ يحقق الهدف اللي اتعمل علشانه. بس المصادر بتشير لنقطة حساسة هنا، اللي هي موضوع مين ياخد الفضل. أيوة، دي نقطة عملت شوية كلام. بعض التعليقات والتحليلات اللي في المصادر بتلمح إن الإدارة الحالية للفاف بتقدم المشروع كأنه إنجاز بتاعها هي بس، وبتقلل أو بتتجاهل الدور الكبير اللي لعبته الإدارات اللي قبلها، خصوصاً زاتشي صاحب الفكرة واللي بدأ التنفيذ، وزفيزف اللي أنقذ المشروع من إنه يقف خالص. هل المصادر بتقول رأي معين في الموضوع ده؟ المصادر بتحاول تكون موضوعية. هي بتأكد إن الوصول ل 90% شغل في الظروف الصعبة اللي قبل زوتشي ده كان مجهود جبار، وفي نفس الوقت بتعترف إن الخطوات الأخيرة اللي حصلت في عهد صادي زي التجهيز والتشطيب دي خطوات ضرورية ومهمة عشان المركز يشتغل بجد، لكنها بتشدد على أهمية إننا نعترف بمجهود كل الأطراف اللي ساهمت في المشروع ده على مر السنين. في إشارة كمان في المصادر للتدخل من مستوى أعلى؟ أيوة، المصادر بتذكر إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان في فترة سابقة وجه بتسريع الشغل في المشاريع المهمة اللي متعطلة. التوجيه ده ممكن يكون ساعد إنه يدي دفعة زيادة للأمور في الآخر عشان المشروع يكمل. إذن بعد كل الرحلة الطويلة والمعقدة دي، المركز اللي كان فكرة وخطة على ورق واللي خير الدين زاتشي حارب علشانه جامد، أخيراً بقى حقيقة وقرب يفتح أبوابه. وهنا بقى بنوصل للنقطة اللي تخلي الواحد يقف ويفكر، ويمكن تكون أكتر نقطة مرة في القصة كلها. المصادر اللي بنعتمد عليها بتختم كلامها عن مركز تلمسان بنهاية غير متوقعة ومفارقة كبيرة جداً، اللي هي مصير خير الدين زاتشي نفسه. بالظبط.
في الوقت اللي المركز بيجهز يفتح أبوابه ويستقبل الجيل الجديد من لاعبي الجزائر، نفس المصادر دي بتقول إن خير الدين زاتشي صاحب الفكرة والمدافع الأول عن المشروع كان وقت كتابة الكلام ده موجود في السجن ومستني المحاكمة بتهم مختلفة. المصادر بتعدد جرايمه بطريقة فيها سخرية ومرارة كده، وده بيعكس وجهة نظر معينة في قضيته. أيوة، النص بيستخدم أسلوب تهكمي واضح وهو بيقول إيه هي جرائم زاتشي. الجريمة الأولى يعني إنه ساهم وهو رئيس للفاف في تحقيق إنجاز تاريخي للجزائر لما كسبوا كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد غياب حوالي 30 سنة. إنه اتجرأ وحلم بمشروع زي مركز تلمسان وحاول يعمله عشان يطور الكورة والناشئين. إنه استثمر من فلوس عيلته الخاصة لسنين طويلة حوالي عقدين عشان يعمل ويطور أكاديمية نادي بارادو. الأكاديمية دي نجحت جدا وخرجت لعيبة كتير للمنتخبات وكمان صدرت لعيبة لأوروبا جابوا عملة صعبة للبلد. الجريمة الرابعة والأخيرة إنه كان مؤمن بجد بمستقبل الكرة الجزائرية وحاول يشتغل عشان يطورها ويحطها على الطريق الصح. ختام مؤثر فعلا ومليان مفارقات بيخلينا نفكر في العلاقة المعقدة بين الإنجاز الرياضي والإداري وبين الحسابات السياسية والشخصية ساعات. كده نكون لخصنا مع بعض القصة الكاملة لمركز تلمسان الفني الجهوي. رحلة بدأت بفكرة طموحة، قابلت صراعات جامدة على مستوى الاستراتيجية والنفوذ، عدت بفترات تأخير وصعوبات كبيرة بسبب ظروف مختلفة، بس الإصرار على تكملته كان موجود في مراحل مختلفة. الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها إن مشاريع البنية التحتية الكبيرة في الرياضة دي قليل قوي لما تكون مجرد مشاريع هندسية وبس. هي غالباً بتبقى ساحة بنشوف فيها نقاشات أعمق عن أولويات التطوير وطرق الإدارة والحوكمة وشكل الإرث اللي كل قيادة بتحاول تسيبه. مركز تلمسان نفسه بعيد عن كل الجدل هو إضافة قيمة للبنية التحتية الرياضية في الجزائر، لكن قصته بتورينا إن الطريق عشان نوصل للإنجاز ده ما كانش سهل أبداً وكان مليان تعقيدات. ما كانتش مركز تلمسان لوحده، كان في طموح إنه يعمل شبكة مراكز شبهه في مناطق تانية زي الطارف وباتنا وورقلة عشان يغطي الجزائر كلها. السؤال بقى، لو الفكرة دي رجعت تاني في المستقبل، هل تجربة تلمسان بكل نجاحاتها وصعوباتها وخناقاتها ممكن تعلمنا دروس عشان نتجنب نفس المشاكل؟ وهل الشبكة دي لو كملت ممكن بجد تعمل ثورة في اكتشاف وتكوين المواهب في الجزائر على المدى الطويل؟